واحدة بتحكي بتقول: النهاردة كنت ماشية في السوبر ماركت، وفجأة سمعت دوشة حاجات عمالة تتكسر. مشيت ناحية الصوت من خلال ممرات السوبر ماركت، وشفت إن بعض الناس عمالة تهمس في ودان بعض وهم بيبحلقوا في حد. والحد ده كانت واحدة ست كبيرة في السن، وكانت لسه خابطة رف مليان أطباق وكوبايات بالترول بتاعها، وكتير منه وقع متدشدش. لقيتها راكعة على الأرض في نص هدومها من الكسوف، وعمالة تلم الحتت المكسرة في الوقت اللي جوزها نازل يشيل الورقة اللي عليها الرقم أو السعر من كل حاجة اتكسرت، وبيقول لها: شفتي؟ دلوقتي لازم ندفع تمن كل ده. الست بتقول إن المشهد كان محزن. حد حصلت له ظروف صعبة وكل العينين كانت عليه، ولما وطيت جنبها عشان أطمنها لقينا شاب جه وركع جنبنا وقال للست: سيبي كل حاجة، إحنا هنلمها، إحنا محتاجين بياناتك عشان ناخدك المستشفى عشان الدكتور يبصلك على الجرح اللي في إيدك. الست بصت له بخجل وهي بتقول له: لا، أنا لازم أدفع تمن كل ده الأول. بس الراجل رد وقال: لا يا مدام، إحنا عندنا تأمين للخسائر اللي من النوع ده ومش مضطرين ندفع حاجة. ولما قام الراجل عرفت إنه كان وصل كل المعلومات لمدير المحل وطلع العميلة بسرعة. خد بالك، لكل اللي سمع القصة لغاية هنا أحب أخد بس دقيقة من وقتك، دقيقة واحدة بس، في المكان اللي انت فيه دلوقتي. غمض عينك وتخيل ربنا بيعمل لك نفس الشيء أو نفس الموقف. تخيل وانت ماشي في حياتك كسرت كل حاجة، منها اللي جرحك ومنها اللي بكاك ومنها اللي اتكسر وما ينفعش يتصلح. هتعمل ايه؟ هتفضل في الأرض تبكي على حالك، ولا هتسمع كلام المنادي وتقوم؟ تقوم امتى وازاي وتمسك في مين ومين الطبيب اللي يعالج جرحك؟ هنا بقى بيكون مفترق الطرق. لا إما تسيب نفسك للشيطان يحزنك ويقهرك، أو تروح لربنا. ربنا عنده أقوى بوليس التأمين، هيسد منها فاتورتك. عنده الرحمة، عنده العطايا، عنده المغفرة، عنده انشراح الصدر، عنده العوض عن كل الدنيا. ربنا لا تنفذ خزائنه، ربنا لا يرد سائلا، ربنا خلقك وعارف ايه اللي يصلح لك، ربنا بيحبك، ربنا بينادي عليك. لو سبته هيقول لك: عبدي إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري؟ أم وجدت رحيما سواي؟ الحسنة عندي ب10 أمثالها وأزيد، والسيئة عندي ب1 وقد أعفو. اترك باب ربك فهو ينتظرك، لا تتأخر، لأن الله يحب الأوابين. دمتم بخير.